جدد الملك محمد السادس دعوته إلى اليد الممدودة مع الجزائر في خطاب العرش الذي ألقاه مساء اليوم في قصره العامر بتطوان. وقال الملك: عملنا على خدمة شعبنا لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار. وخلال الأشهر الأخيرة يتساءل العديد من الناس عن العلاقة بين المغرب والجزائر، وهي علاقة مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. وفي هذا الصدد تابع الملك بالقول: نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبنا. وزاد: نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. واغتنم الملك الفرصة ليوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قوتنا المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجنيدها الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.